السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا زي ما انتوا عارفين مكملين مع بعض سلسلة فيديوهات المدرسين. ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن اللغة التانية. طبعا زي ما انتوا عارفين برضو ان انا كنت ايطالي، فهتكلم معاكم عن الايطالي، وهتكلم عن المدرس اللي كنت باخد معاه وازاي كنت بذاكر الايطالي بكل جزء فيه او كل سؤال فيه. وانا كنت فرنساوي، وهتكلم معاكم مين المدرسين اللي كنت باخد معاهم في الفرنساوي وازاي حبوني في الفرنساوي من الصفر، وهتكلم معاكم ازاي كنت بذاكره. وطبعا انتوا طلبتوا مني كتير ان انا اطلع ريتاج معانا في الفيديوهات، فهو طلعت معاكم النهارده في الفرنساوي وان شاء الله هتفيدكم جدا فيه. انا صراحه ما كنتش هعرف ان انا افيدكم بمدرسين قدها، لان هي اللي جربت وهي اللي اخدت معاهم، فهي اللي هتقول لكم تجربتها كامله. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تضغط لايك وسبسكرايب وتفعل نوتيفيكيشن وتعمل جوين لجروب التليجرام، ويلا بينا نبدا الفيديو. مبدئيا انا كنت باخد ايطالي مع سينيور احمد رحيل من اسكندريه. المستر فعلا كان ممتاز جدا وكان منظم قوي في المنهج وهو ماشي فيه. بدأ معانا بمنهج سنة أولى وتانية، عطانا فيهم الكلمات، عطانا فيهم الجرامر، حتى المحادثات عطانا فيهم كل حاجة، ما سابش أي حاجة. ولا حتى بدأ في منهج سنة تالتة إلا لما كان مظبط معانا كويس جدا. كل اللي هنحتاجه من سنة أولى وتانية، كل التراكمي اللي ممكن يجيلنا في الامتحان قاله لنا الحقيقة. وقبل ما نبدأ حتى في منهج سنة تالتة عطانا امتحان شامل على كل التراكمي اللي فات، واستنى ان هو يبدأ المنهج لحد ما يتأكد اننا بقينا كويسين جدا فيه، فكان ماشي بنظام هايل جدا. وبعد كده بدأنا في المنهج عادي. كان غالبا الوحدة بتتاخد على حصتين او 3 حصص على حسب ما تخلص معانا. طبعا كان بيبقى فيه كل حصة تسميع كلمات، بيبقى فيه امتحان، بيبقى فيه تسميع للتيمة، كان المستر بيشرحها معانا خلال الحصة. طبعا احنا عارفين ان التيمة عندنا بتيجي من المواضيع بتاعة المنهج، فكان المستر بيشرحها اثناء الشرح عادي. كان بيحل معانا طبعا على كل بوينت من الجرامر، كم اسئلة كويس جدا. تقريبا ما كنتش بتحتاج كتاب خارجي مع كتاب سينيور احمد. بس كنت بحب ان انا احل كتير، فكنت جايبه كتاب ايطاليانو وكنت بحله مع مذكره سينيور احمد عادي. هي مذكره صراحه كانت كافيه اللي اعتمد عليها بشكل كامل يعني. وطبعا هحط لكم رقم المستر في الديسكريبشن بوكس لو انت من اسكندريه، فانا برشح لك سينيور احمد وبشده جدا، لان هو حقيقي ممتاز، هو اللي حببني في الايطالي. انا ما كنتش باخد ايطالي في سنه اولى ولا في سنه تانية، وكان الموضوع هيبقى صعب بالنسبة لي، بس سينيور احمد كان مسهلها علينا جدا بسبب تنظيمه، وان هو عارف امتى ان هو يشد وامتى يدي امتحانات وامتى يدينا كل بوينت في المنهج. فحقيقي فرق معايا جدا وحببني في الايطالي كلغة كمان. وكمان السينيور بعد مثلا كل 3 يونت كان بيدي امتحان شامل. الامتحان ده كان بيبقى مستويين، يعني بيبقى فيه امتحان نفس مستوى الامتحان في اخر السنة عادي جدا، وكان بيبقى فيه امتحان مستويات عليا وده كان بيبقى بجوائز. فالموضوع كان محفز جدا ان انت تذاكر اكتر وان انت تاخد الامتحان بتاع المستويات العليا، مش عشان الجوائز على قد ما انت ذاكرت وتعبت فانت عايز تشوف مستواك وصل لحد فين. بس الحقيقة انا جيت بعد ما خلصنا المنهج وعلى المراجعة كده، كنا وصلنا تقريبا نص المراجعة وخلاص بنفنش فيها. كنا في رمضان تقريبا تاني اسبوع. كنت عايزه ان انا احول كل دروسي اونلاين وما بقاش باخد اي حاجه في البيت، فقررت ان انا هقعد من الدرس وهشوف حد يوتيوب يكون كويس مع شرح سينيور احمد اللي انا كنت سامعاه طول السنه. فلقيت سينيورا سارة كانت ممتازه جدا في الايطالي. انا كنت بحل معاها امتحانات كتاب ايطاليانو، وفعلا كانت مفيده جدا في حل الامتحانات. كانت بتعرفك تحل ازاي كل سؤال، وسهلت عليا المراجعه شويه عشان طبعا زي ما قلت لكم انا قعدت ما كملتش درس ايطالي، فهي سهلت عليا موضوع المراجعه لوحدي وفعلا كانت فارقه جدا. وكمان شرحها هي منزله بعض الجرامر او بعض دروس الجرامر منزلاهم على اليوتيوب، فاي حاجه ما كنتش فاهماها او اي حاجه كنت عايزه اكد عليها كنت بسمعها منها. فلو عايز تاخد اونلاين انا برشح لك سينيورا سارة، لكن لو انت من اسكندريه وعايز تاخد مع مدرس يكون كويس جدا، شرح منظم جدا، والمجموعه بتاعته كانت صغيره قوي، يعني تقريبا المجموعه بتاعتنا كانت 6 بنات، ده انا كنت محتاجاه جدا خاصه في درس انا ما كنتش باخد فيه او في لغه انا ما كنتش باخد فيها اي دروس قبل كده. وفعلا المستر حببني فيها جدا بسبب نظامه وشرحه، وزي ما قلت لكم هحط لكم رقمه في الديسكريبشن.
وكده خلص الايطالي. قلت لكم فيه تقريبا المدرس كل حاجه عن المدرس اللي انا كنت باخد معاه، وكمان المذاكره بتاعته انا كنت بحفظ الكلمات كويس. اهم حاجه تركزوا عليها الكلمات، بس ما تضغطوش نفسكم في الكلمات لما تيجوا تحلوا قطع. انا كنت مع تدريب القطع والحل الكتير كنت ببقى خلاص اللي هو جمعت اكبر عدد من الكلمات اللي عندي. الايطالي في الامتحان مش بيبقى صعب، بيبقى سهل وبسيط، ما بيحتاجش يعني، هو تقريبا ماده بتبقى داخل اللي انت ضامنها. هو بيديك 40 درجه من 410، بتبقى زي هديه ليك كده من الوزاره. فحاول ان انت تضمن درجه الايطالي او عموما اللغه التانية. والايطالي خاصه لانه سهل وبسيط جدا، ولغه حلوه كده ان انت تذاكرها. يعني انا كنت بذاكر الايطالي وانا مخنوقه كده اللي هو بتسلى بيه. ففعلا الايطالي كان كويس جدا، والمدرسين اللي كنت باخد معاهم او بسمعهم كويسين جدا. فحاولوا انتوا تستفيدوا من ده. ومذاكرته بسيطه، انت بس بتحفظ الكلمات، بتذاكر القاعده كويس، بتحل كتير قطع. يعني حاولوا ان انتوا في الايطالي تحلوا كتير قطع، مش شرط ان انت تجيب كتاب واتنين وتلاته. يعني في اللغه التانية تقريبا كتاب واحد كافي قوي، ولو مذاكره المستر كويسه فهي كافيه جدا، فمش هتحتاج ان انت تجيب اكتر من كتاب. بس كده ده كان الايطالي. دلوقتي ريتاج هتيجي تقول لكم معلوماتها عن الفرنساوي، ويلا بينا نروح معاها. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هكلمكم عن الفرنساوي. انا كنت باخد مع ميسيو محمد السيد هريدي اللي هو الارشيدوك. الميسيو شرحه ممتاز جدا، مش بيسيب حاجه ما يقولهاش، وكمان كان منزل لنا محاضرات تاسيسيه قبل ما نبدا اللي هو السنه. ما اعرفش السنه دي هينزل لكم محاضرات تاسيسيه زي ما عمل معانا السنه اللي فاتت ولا لا، لان هو اصلا لسه ما نزلش اي تفاصيل عن الدفعه بتاعتكم. المستر كان منزل لنا 4 محاضرات. كان في اول محاضره بيشرح ازاي نفرق بين المذكر والمؤنث، ويعتبر دي اصلا اهم حاجه في الفرنساوي عندنا. والمحاضرة التانية كانت عن الأزمنة، والتالتة كانت عن أدوات الاستفهام، والرابعة كانت عن حروف الجر. وهو كده أصلا لملنا المنهج أولى وتانية، يعني كان لام فيه كل حاجة وشرح لنا كل حاجة، مكناش محتاجين حاجة تانية. والميسيو كل ما كان بيخلص يونت كان بينزل الملخص بتاعه اللي هو كان مسميه زتونة اليونت يعني، كان بينزله بعد ما يخلصه، وكان بينزل عليه حل شوامل على كل يونت. وانا بشرح لكم ميسيو محمد السيد هريدي لان هو كان ممتاز جدا. بس طبعا تركزوا في حفظ الكلمات لان هي اهم حاجه، وكمان بتنسى بسرعه جدا جدا جدا. وكمان ازاي تعرف تفرق بين المذكر والمؤنث. وفهم الجرامر مش صعب زي الانجليزي، يعني الحاجه اللي مش بتكون فاهمها بتيجي معاك بالحل اللي هو تحل كتير عليها فهتفهمها. وبس كده، ده كان الفرنساوي. حبيت ان افيدكم بتجربتي فيه، وان هو اصلا من اسهل المواد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. حبينا ان احنا نفيدكم بتجربتنا سواء في الايطالي او الفرنساوي. وشرفتينا هتكتشف فيديو النهاردة. بتمنى ان انتي تطلعي معانا في فيديوهات تانية. وانا كمان بتمنى بس تدهولي عشان النتيجه قربت كلها ايام وهتظهر ان شاء الله خير، ما تقلقوش. ولو حد من دفعة 2024 بيسمعنا، حاولوا ان انتوا تكونوا مستعدين نفسيا للنتيجة. ايا كان اللي ربنا كاتبه لك هو الخير ليك. استعين بالله وصلي استخارة في اي حاجة انت عايز تدخلها، سواء دي كانت كلية احلامك او حتى كلية انت ما كنتش حاببها. وتأقلم على الوضع اللي ربنا هيختارك فيه، لان هو ده الاختيار الصح ليك، هو ده اللي ربنا كاتبه لك، فهو ده اللي هتلاقي فيه الخير. فبتمنى لكم التوفيق جميعا يا رب. وشكرا مرة تانية يا تاج.